نحس وجاعة في حزامي كل ما نعمل علاقة مع شريكي. برشا نساء يحس وجاعة في حزامهم تشدهم وسط العلاقة الجنسية وإلا بعد ما توفى. هذه حالة طبية اسمها ديسباروني، يعني علاقة موجعة، وبطبيعة ماهيش حاجة لازم نسكتوا عليها خاطر عندها سبب، وكي نعالجوه تتنحى الوجاعة والمرأة تنجم ترجع تلقى متعة في علاقتها مع شريكها. والوجاعة تنجم تحسها المرأة وقت عملية علاج القضيب، يعني وجاعة في المهبل. والوجاعة تنجم تكون زادة في الحزام سواء وقت لي بريليمينير وسط العلاقة ولا بعد ما توفى، وتنجم تكون حراق، دقان، حكاك، ولا حتى وجاعة ما تنجمش توصفها. الأسباب ينجموا يكونوا أمراض عضوية، مثلا كل امرأة عندها خاصة انفكسيون التهاب جرثومي في المهبل والا في المجاري البولية. من الأسباب زادة لوندوميتريوز بطانة الرحم المهاجرة واللي حكينا عليها المرة اللي فاتت. وساعات الأسباب تكون هرمونية كيما نقص في الإفرازات المهبلية المتسبب فيه دواء والا المينوبوز، واللي يعطي ان ديفو دو ليبريفيكاسيون تاع الفاجين اللي يخلق وجاع وقت العلاقة. كيف أسباب لي ديسباروني ينجم يكونوا نفسية، مثلا خوف من العلاقات وراء المعتقدات المغلوطة اللي عندها، ولا خاطر عاشت صدمة نفسية في أول تجربة جنسية لها، ولا بكل بساطة المرأة تعيش في ستريس وإلا أنكسيتي، الشيء اللي يخليها ما تكونش حاضرة ومرتاحة في العلاقة، والنتيجة الطبيعية إنها باش تتوجع. تو يقول قايل كيفاش لازمني نتصرف، وزعما لازمني نمشي نشوف طبيبي ولا لا؟ كان الوجاعة عندها برشا وقت تتعود وإلا قوية ياسر وتفوق طاقة التحمل، وقتها لازمنا نشوفوا طبيب، خاطر كما قلنا الديسباروني راهي ما تجيش وحدها، ديما فما سبب عضوي والا نفسي وراها. هذاك علاش في الحالات هذوما لازمنا نشوفوا طبيب باش نشخصوا الحاله ونداويوها باش تنجم المراه تستمتع بحياتها الجنسيه مع شريكها. كان عندكم اسئله تنجموا تسالوهم على منصه السلامه ويجاوبوكم اهل الاختصاص، وكان تحبوا على رونديفو مجاني مع قابله ولا طبيب نساء تنجموا تكلموا لا تيسير على النمرو والا الباج نتاعهم باش تاخذوا موعد. وربي يحفظكم الناس الكل.